دي كلمة السيد رئيس الجمعية المصرية لتنمية وتطوير الأعمال ابدأ. أستاذ حسن مهدي. السلام عليكم. معالي السيد أسامة صالح وزير الاستثمار، أصحاب السعادة سفراء الدول الآسيوية، سعادة سفير الجمهورية التركية، السادة المحترمون من رموز وقيادات الوزارات المختلفة، السادة المحترمون رجال الأعمال من مصر وآسيا والخليج وتركيا، السادة المحترمون رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات والاتحادات والهيئات، شركاؤنا الأعزاء السيد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية الآسيوية للأعمال إبا، زملائي الأعزاء أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال إبا، السادة الإعلاميون المحترمون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. على بعد ساعات من إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء على دستور مصر، نجتمع اليوم لنشهد معا انطلاق الأعمال التحضيرية للدورة الأولى من أعمال المنتدى الاقتصادي المصري Egypt Economic Forum الذي عملت ابدأ منذ عام ويزيد على التحضير له ليكون بمثابة منصة سنوية مستدامة لتنمية الأعمال والمال عبر تفعيل مسارات جذب للاستثمار والتعريف بفرص الأعمال واتجاهات التطوير في القطاعات المختلفة ومناقشة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية والمساهمة في رسم خريطة النمو الاقتصادي لمصر. نطلق اليوم معا المنتدى الاقتصادي المصري ليكون نموذجا لتضافر جهود الدولة بكافة أضلاعها في دعم مشروعات التنمية الاقتصادية. فالحكومة المصرية حاضرة وممثلة بوزرائها الموقرون، ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص ممثل برجال أعمال وطنيون، والمجتمع المدني حاضر وممثل بإبدأ وإبا وشركاؤنا من جميع جمعيات رجال الأعمال المصرية والهيئات والاتحادات. حرصت ابدأ منذ اللحظات الأولى لتأسيسها أن تقدم نموذجا لمؤسسات المجتمع المدني الواعية بدورها ورسالتها، الحريصة على تغليب الصالح العام على كل مصلحة، الساعية لتنشيط وتفعيل بيئة الأعمال المصرية عبر تقديم الأوراق والدراسات ومشروعات القوانين ونقد بيئة الأعمال والمشاكل وتطلعاتها إلى الجهات الحكومية والتنفيذية والتشريعية بكل إخلاص وشفافية ومسؤولية، لتتكامل الجهود وتتلاقى ولتتحمل كل جهة مسؤولياتها تجاه هذا الوطن في هذه الفترة الهامة من تاريخه. ومن ناحية أخرى سعينا لنطوف العالم شرقا وغربا للحديث أمام منتديات الأعمال في كل مكان للتشجيع على تدفق الاستثمارات إلى بلادنا، فذهبنا إلى الصين وإلى ماليزيا
وسنغافورة وإيطاليا وأسبانيا وتركيا والكويت والسعودية وليبيا، وجلسنا هنا في مصر مع كل السفراء وكل الجهات المالية والتمويلية العالمية وكل الوفود الاقتصادية من فرنسا والهند وماليزيا وكوريا واليابان وتركيا وهولندا وغيرها. اللقاءات والاجتماعات التي لم تتوقف على مدى العام ونصف العام السابق، وكان الجميع ينتظر تلك اللحظة التي نحياها اليوم بفضل من الله، وذلك بإقرار دستور دائم للبلاد كخطوة ثانية نحو الاستقرار بعد خطوة وجود رئيس مدني منتخب. ولم يبق لنا سوى وجود المجالس النيابية والتشريعية التي سيكون عليها دور نحو وضع تطوير البنية التشريعية للاقتصاد المصري. وهذه الخطوات نحو الاستقرار هي الضمانة الحقيقية لتفعيل بيئة الأعمال التي لا تنمو ولا تزدهر في أجواء مضطربة أو في ظروف ضبابية. السيدات والسادة، إنه من دواعي سروري أن أعلن اليوم عن بدء الإجراءات التحضيرية للدورة الأولى من المنتدى الاقتصادي المصري الذي تشهده القاهرة في يوم 2 و3 إبريل القادم، والذي اخترنا له أن يكون مخصصا لتنمية الأعمال مع مناطق آسيا والخليج وتركيا، لتحمل الدورة الأولى من المنتدى اسم قمة مصر آسيا الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية الآسيوية للأعمال إيبا، وهي الجمعية المصرية الرائدة في تنشيط الأعمال مع دول الآسيان، ولتقدم إبدأ وإبا نموذجا لتعاون مؤسسات المجتمع المدني وسعيا للعمل المشترك، وهو ما تحتاجه مصر على كافة المستويات. السيدات والسادة، كل أملي أن مستقبل مصر سيكون بعون الله أفضل من حاضره، وقد لمست بنفسي عبر عشرات بل مئات اللقاءات مع وفود وشخصيات اقتصادية محلية وعالمية، وعبر مطالعة عشرات التقارير والدراسات، إلى ما يدفعني لأن أقول اليوم بكل ثقة بأن اقتصاد بلادنا سيتعافى بإذن الله ويتجاوز تلك الظروف الطارئة، وليس أكثر من تماسك هذا الاقتصاد بين عامين كاملين من الاضطرابات السياسية والاضطرابات والاحتجاجات، مؤشرا على قوة البنية الرئيسية لهذا الاقتصاد. السيدات والسادة، أشكر لحضراتكم جميعا مشاركتكم لنا في تلك اللحظة التاريخية، وأرجو من الله أن تكلل الدورة الأولى لهذا المنتدى بالنجاح الذي لن يتحقق إلا بنا جميعا. شكرا جزيلا لحضراتكم. مع كلمة معالي وزير الاستثمار السيد مشرف. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، السفراء، الحضور الكريم، صباح الخير عليكم جميعا. يسعدني اليوم ان انا اكون معاكم في تدشين مؤتمر خاص بالاقتصاد المصري، وذلك بعد النجاح في الانتهاء من عمليه التصويت والاستفتاء على الدستور. كما تعلمون جميعا فإن مصر تمر بمرحلة انتقالية هامة جدا، واليوم نقول أننا بدأنا فعلا أول الخطوات الأساسية نحو الانتهاء من تكوين مؤسسات الدولة الديمقراطية. اليوم هناك الكثير من آراء التي قد تكون ترى اتجاهات مختلفة لكيف يكون غد
ولكن لدينا جميعا قناعة أن الاقتصاد هو المشكلة الأساسية وهو التحدي الأساسي الذي يواجه هذا الوطن. وانطلاقا من هذا فإنني أشكر السادة القائمون على هذا المنتدى الهام الذي يأتي في وقت تحتاج إليه مصر لأن تتعاون وتتشارك مع دول ذات قدر كبير سواء في الرصيد من الخبرة كيف أدارت بها مشكلاتها الاقتصادية ونجحت وخرجت بها بنتائج جيدة، انطلاقا أيضا من أن هذه المجموعة من الدول هي الأكثر تحقيقا للتنمية في الوقت الحالي وهي الأكثر تحكما في التجارة العالمية وفي حركة التجارة بشكل عام والنمو الذي عاد بالخير على أبناء الوطن. اليوم ونحن نتكلم على مصر فليكن أمامنا الشعار الذي انطلق منذ أيام مع رجال الأعمال والذي أكدت عليه في لقاءاتي مع المجموعات المختلفة أننا اليوم نبدأ أو حانت ساعة العمل والإنتاج. لقد حدث الكثير في المرحلة السابقة. مصر توقفت نسبيا عن قدراتها في الإنتاج وقدراتها في النمو، وعلى الرغم من هذا وعلى الرغم من كل ما يقال فيكفي أن هذا الاقتصاد ما زال حتى اليوم ينتج وما زال يحقق نموا إيجابيا ولو كان بالقدر القليل، ولكن يعتبر أداة ويعتبر أساس إن شاء الله للانطلاق بعد تنظيم القادم في المرحلة القادمة. الحكومة لديها على ملفاتها اليوم أهم التحديات التي تخص وخاصة في المجال الاقتصادي عجز الموازنة وزيادة البطالة والفقر. كل هذه المشكلات سبق أن تعاملت معها الدول الآسيوية بمنتهى النجاح، وهناك نماذج مختلفة كما ذكرها المهندس أسامة فريد وطرق كثيرة قد يكون من المناسب أن نطلع عليها وأن يكون لدينا احتكاك مباشر بشكل تعاون من أجل الاستفادة من هذه التجارب. فمصر تعتمد اعتماد كبير في النمو على الشراكة الموجودة بين القطاع الخاص في تحقيق معدلات النمو، وقد أهملنا في المرحلة السابقة إلى حد كبير قطاع الأعمال العام. اليوم في ظل هذه الحكومة هناك مخطط كبير لإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام حتى يكون شريكا آخر بجانب القطاع الخاص لتحقيق النمو. هذا القطاع الكبير الذي يملك الكثير من الخبرات والذي يملك الكثير من الأصول والذي يملك الكثير من الإمكانيات الغير مستغلة، نبدأ اليوم بوضع خطة متكاملة ونتعاون من خلال علاقاتنا بالدول الصديقة والدول الآسيوية على وجه التحديد أمثلة كثيرة للنجاح في هذه الدول فيما يخص قطاع الأعمال العام. وهناك أيضا خطط كثيرة من أجل أن يكون هناك مشاركات بين هذا القطاع والقطاع الخاص في المرحلة القادمة من أجل تحقيق عمليات النمو الاقتصادي. كما تعلمون هذا القطاع متشعب في كثير من المجالات، وبدأنا نعد الخطة كيف الاستفادة منه وكيفية أن يفيد القطاع الخاص في العملية القادمة نحو التقدم الاقتصادي ونحو بناء هذا الوطن. سيبدأ على وجه التحديد خلال الفترة القادمة طرح بعض العمليات الخاصة بالبنية الأساسية التي تتحد فيها الجهود، وسوف يكون هناك تنسيق بين الجهتين من أجل طرح بعض الموانئ وكذلك بعض المشروعات في المدن الصناعية التي يجب أن يكون هناك تعاون بين القطاعين حتى تتم عملية التكامل فيما بينهما حتى يتم الانتهاء من هذه المشروعات داخليا، وبعد ذلك سنبدأ بطرح العديد من المشروعات في المرحلة القادمة بشكل عام للمستثمرين العالميين.